بص بقى كده يا معلم، قبل ما ابتدي باي حاجه بص كده الكاميرا وهي بتتحرك وتطلع لجوه وتخش لبره. شايف الحلاوه بتاعت الكاميرا عامله ازاي؟ باشا انت معاك كاميرا بروفيشنال، مش معاك كاميرا تليفون عادي. السلام عليكم، ازيكم مره تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو النهارده هكلمكم فيه عن تليفون جبار من شركه هواوي نزلته في الفتره الاخيره دي، والتليفون ده هو هواوي بيورا 70 الترا. التليفون ده يا جماعه بصراحه مش ممكن، هتشوفوا المواصفات بتاعته دلوقتي، بصراحه مواصفات جباره. وفي الفيديو ده هشرح لكم فيه المميزات اللي موجوده في التليفون ده وبرضو العيوب. مش معنى ان هم منزلين تليفون جبار ان هو ما يكونش فيه عيوب، لا فيه عيوب بصراحه، وعيوب هاجيلكوا فيها دلوقتي. اول ما انت تجيب التليفون بتاعك تمسك العلبه المحترمه الشيك اللي انت شايفها دي، وتفتح العلبه هتلاقي علبه تانية جوه. عادي جدا ما تتخضش. هتفتح العلبه التانية هتلاقي بقى الوحش في وشك، هنشيله عادي خالص ونكمل بقيه محتويات العلبه. بعدها هتلاقي جراب محترم جدا جدا جدا، حطها شركه هواوي، الماتريال بتاعته تحفه، واللون بتاعه حتى مختلف، والنقشه اللي موجوده عليه موجوده على شكل حرف بي رمزا طبعا لبيورا. زائد بقى طبعا الكابل بتاع الشحن. الكابل ده بالمناسبه USB-C من الناحيتين. والراس بتاعه الشاحن، الراس بتاعه الشاحن دي 100 واط، فبصراحه شاحن جبار. وكمان في ميزه ان هو في USB-C و USB-A، لو انت حابب ان انت تستخدم USB-C موجوده، USB-A موجوده برضو. ندخل بقى على التليفون بتاعنا وجمال التليفون ده. التليفون ده بمجرد ما انت ما تمسكه تحس ان انت ماسك قطعه فنيه. بصراحه تصميم ممتاز جدا من شركه هواوي عاملاه في التليفون ده. خامات التليفون تحسها ان هي كده من الجلد الفاخر، مش الجلد العادي، لا الجلد الفاخر، وعليها نقشه كده من ورا حلوه بحيث ان هي ما تبصمش معاك نهائي، مع شكل طبعا مميز فخم عالي. كل المواصفات حلوه للكاميرات، مع حواف من المعدن. والتليفون بالمناسبه مش تخين، سمكه معقول. والجميل بقى ان التليفون ده معاه شهاده ان هو محمي من الميه والغبار، والشهاده دي من نوع IP68، يعني لو وقع منك في الميه ونزلت في الميه مش هيحصل له اي حاجه. طبعا ميه مالحه لا طبعا. نخش بقى على الشاشه بتاعه التليفون ده وجمال الشاشه اللي احنا هنشوفها حالا. الشاشه دي من نوع LTPO OLED بحجم 6.8 انش وبتردد 120 هرتز، مع سطوع تحت الشمس بيوصل ل 2500 نتس. بصراحة شاشة جبارة ممتازة، ما اقدرش اقول كلام كتير عليها. اللي جاي ده بقى اللي اقول كلام كتير عليه بصراحة. الشاشة دي عليها طبقة حماية من نوع كورنينج جلاس. يعني ايه؟ يعني ضد الكسر. طبعا انت ما تحاولش تكسرها يعني، بس هي لو وقعت منك او اتخربشت او حصل لها اي حاجة مش هيحصل لها اي حاجة، ولا هتتخربش ولا تتأثر بأي حاجة من الحاجات دي. بس احنا كعادتنا جايبين حاجة غالية، فطبعا لازم نجيب ايه؟ سكرين عشان نحافظ على الشاشة والكلام ده. بس هو بتقولك ان الشاشة بتاعتها محمية بطبقة حماية تمنع الخدوش وتمنع الكسر للشاشة دي، بس احنا كعادتنا احنا نكسر العفريت. طبعا وهو حاطين البصمة تحت الشاشة دي، والبصمة سريعة جدا وبتلقط من اول مرة وفي ثانية الا ثانية زي ما بيقولوا، ومفيش فيها اي مشكلة. وحاطين لك برضو سماعات استيريو سبيكر، سماعات قوية جدا موزعة الصوت بطريقة حلوة جدا علشان خاطر تاخد احسن اداء للصوت في التليفون ده. نخش بقى على حاجة تقريبا كلكم مستنيينها في الفيديو ده، وهي الكاميرات. بص بقى كده يا معلم، قبل ما ابتدي باي حاجة بص كده الكاميرا وهي بتتحرك وتطلع لجوه وتخش لبره. شايف الحلاوه بتاعت الكاميرا عامله ازاي؟ باشا انت معاك كاميرا بروفيشنال، مش معاك كاميرا تليفون عادي. نخش بقى على المواصفات بتاعت الكاميرات دي. الكاميرات الخلفيه 3 كاميرات. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، دي بفتحه عدسه 1.6 لحد 4. طبعا مع التقريب اللي بيحصل في الكاميرا ده بيغير ما بين فتحه العدسه اللي موجوده في الكاميرا دي، مع طبعا مثبت بصري موجود في الكاميرا دي. الكاميرا التانية معانا 50 ميجا بكسل برضو بفتحة عدسة 2.1، دي علشان خاطر تصور معاك تيلي فوتو. والكاميرا التالتة معانا 40 ميجا بكسل، دي عشان خاطر تديك صورة الترا وايد. اداء الكاميرات التلاتة بصراحة ممتاز جدا، مفيش فيهم اي مشاكل، سواء انت في الاضاءة الداخلية او الاضاءة الخارجية او تحت اي وضع هتاخد صورة من التليفون ده تحفة جدا. والجميل بقى في الكاميرا الاساسية دي ان لو في طائر بيجري بسرعة او عربية بتجري بسرعة وانت عايز تلقط العربية دي او تلقط الطائر ده، تاخد الصورة بتاعتك اكنهم واقفين بالظبط، تاخدها بوضوح عالي جدا بمعالجة صورة مش طبيعية. تقريبا مفيش كاميرا في السوق بتعمل الاداء اللي بتعمله كاميرا هواوي دي. فلو قعدت مثلا 3 ساعات اقعد اتكلم عن الكاميرات بتاعه التليفون ده مش هتكفي بصراحة.
بالنسبه لتصوير الفيديو، الكاميرات دي بتصور فيديو لحد 4K ب 30 فريم و60 فريم في الثانيه، مع مثبت بصري موجود في الكاميرات دي اللي هو مانع للاهتزاز اثناء التصوير، زائد طبعا موجود مايك عازل للضوضاء عشان وانت بتصور مفيش دوشه تطلع حواليك. بالنسبه للكاميرا السيلفي، الكاميرا السيلفي دي 13 ميجا بكسل، استبخلوا فيها شويه، بفتحه عدسه 2.4، مش هتديك اداء حلو قوي اللي انت متخيله زي الاداء بتاع الكاميرات الخلفيه، ده طبعا عشان خاطر فتحه العدسه الضيقه اللي موجوده في الكاميرا دي. وبالمناسبه الكاميرا دي بتصور فيديوهات برضو لحد 4K. ندخل بقى على الاداء، وده النقطه اللي مضايقاني في التليفون ده. التليفون ده جاي بمعالج من شركه هواوي برضو هي اللي مصنعاه، وهو من نوع كيرين 9010، ده بمعماريه 7 نانومتر. المعالج ده بصراحة معالج ضعيف شوية، المفروض ما يتحطش في تليفون بالسعر ده، المفروض كانوا يخلوا التليفون ده متكامل من كل حاجة بحيث ان اللي هيجيبه ما يستخسرش الفلوس اللي هيدفعه، خصوصا ان هو ما فيهوش خدمات جوجل. فانتوا لما تعملوا تليفون لازم تعملوا تليفون متكامل من كل حاجة. المعالج ما فيهوش فيه اي مشكلة على فكرة، المعالج هيشتغل معاك حلو جدا في الالعاب، ومعالج قوي قوي ومش هتواجه فيه اي مشكله في التليفون ده، بس هو مش معالج يتحط في تليفون فلاج شيب، ده من وجهه نظري انا بصراحه. نيجي بقى لاهم حاجه برضو وهي البطاريه. التليفون ده فيه بطاريه بحجم 5200 ملي امبير، مع شاحن طبعا موجود في العلبه بحجم 100 واط. البطاريه هتقعد معاك حلو قوي اليوم كله، مع فحت وردم واللي انت هتعمله في التليفون هتقعد معاك اليوم كله مستريح. ولو ما قعدتش معاك اليوم كله، انت معاك شاحن 100 واط يا معلم، في ثانيه هتشحن التليفون بتاعك. وكمان بيدعم الشاحن اللاسلكي بقوه 80 واط، والشاحن العكسي اللاسلكي بقوه 20 واط. والله مبدعين في التليفون ده. وحاجه تانية بقى عايز اقولها، التليفون ده بيدعم ال NFC وبيدعم جميع المستشعرات وشغاله بصوره كويسه جدا، وكمان بيدعم الاي ار لو انت حابب تستخدم التليفون بتاعك كريموت. وبالمناسبه بقى اللي خايف من حوار خدمات جوجل وان هي مش بتنزل على التليفون، لا كل حاجه بصراحه بتنزل على التليفون، مفيش فيها اي مشكله. من خلال هواوي ستور هتلاقي كل البرامج اللي انت بتستخدمها موجوده على التليفون ده. ندخل بقى على السعر بتاع التليفون ده. التليفون ده نازل بره مصر بسعر $1400 للنسخه ال 512 مع 16 جيجا رام. هو سعر كبير جدا بصراحه، انا معاك، بس لو هتجيبه من السعودية هيكون عامل 5200 ريال سعودي. هتقولي سعر كبير برضو، ما اختلفناش، بس في عرض هواوي عاملاه دلوقتي، منزلة فاوتشر بخصم 500 ريال، ده غير كمان ان هي حاطة مع التليفون هدايا بقيمة 1000 ريال، يعني هتلاقي التليفون كله عامل 4700 ريال، ده من غير الهدايا. لو خصمت طبعا ثمن الهدايا هتلاقي عامل 3000 وشويه. طب لو حد قال لي ايه الهدايا، الهدايا هوريها لك دلوقتي، اللي هي فري بودز برو 3 وهواوي واتش فيت اس اي، ده غير طبعا الحمايه او الضمان اللي هو موجود على التليفون ده. فبالمجمل كده انا شايفها بصراحه الصفقه حلوه مع الهدايا دي. من غير الهدايا دي او من غير الفاوتشر ده كمان، فانا شايفها الدنيا غاليه شويه، او بدون خدمات جوجل والمعالج اللي انا بصراحه شايفه ضعيف، فانا شايف عليه السعر ده غالي جدا، ده لو من غير الفاوتشر والهدايا دي. وبالمناسبه العرض ده اخره لحد اخر شهر 6 30/6، ده هيكون تقريبا مفيش العروض دي، او العروض دي خلصت كده. اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.